قبل ما نبدأ حكاية النهاردة، عايز أقول لكم عن حاجة أنا مبسوط قوي بيها. ألفت ورسمت كتاب جديد. الكتاب اسمه تخيل تخيل، وبياخدنا رحلة حوالين القاهرة بنقابل فيها مخلوقات لذيذة من الخيال، زي الخركوكمية اللي بتخيط خيامية، والفخفجعون اللي بياكل بشكل مخيف الفاكهة كلها من غير توقيف. كتاب تخيل تخيل بيفكرنا نبص على العالم اللي حوالينا باندهاش وفضول، ونشوف اللي معظم الناس ما بتاخدش بالها منه. هتلاقوا الكتاب في كل المكاتب، وتقدروا تطلبوه اونلاين على ويب سايت عصفورabooks.com. الويب سايت بيتكتب ASFOURABOOKS.com. واحب طبعا اسمع رايكم لما تقروا تخيل تخيل. تعالوا بقى نقرا قصه النهارده. كتير من الوقت بيكون في حاجات بنحب نعملها قوي، يمكن لعبة بنحب نلعبها أو أكلة بنحب ناكلها، لكن ساعات بنحب الحاجات دي قوي قوي لدرجة إن مش بنقدر نقعد من غيرها، ولو اضطرينا نقعد من غيرها بنحس بغضب مش قادرين نتحكم فيه. حكاية النهاردة اسمها واحة الزعبرون. أنا داني عرفة ألفتها وهقراها معاكم النهاردة. كان يا مكان في صحراء بعيدة برملة بيضة شكلها عامل زي الموج، كان فيه نخلة. النخلة كانت بتقضي أيامها في نور شمس الصحراء الدافية، وتحول النور ده لورق أخضر طويل وبلح أحمر مدور. بعد شهور لما البلح يستوي ويكون طعمه مسكر، العصافير كانت بتيجي تزور النخلة علشان ياكلوه، والنخلة كانت بتستمتع بريشهم الملون وأغانيهم الجميلة. الحياة كانت هادية وبطيئة وساعات حتى مملة، لكن النخلة كانت مبسوطة. جنب النخلة كان في واحة زي بحيرة صغيرة في وسط الصحراء، وجوه الواحة كان عايش تعبان مية اسمه الزعبرون. يوم من الأيام النخلة اكتشفت حاجة عظيمة. لما ورقة من ورقها وقعت في الواحة، المية بدأت تلعب وترقص بأحلى ألوان شافتها في حياتها، والزعبرون طلع يغني ويتنطط. المنظر كان مذهل زي السحر، وكان بيملى النخلة بفرح وانبساط عمرها ما حست بيه قبل كده. بعد شهر النخلة كانت زهقانة ومستنية العصافير تيجي، وحشها منظر واحة الزعبرون، وكان نفسها تحس بالانبساط اللي حسيته قبل كده، فراحت موقعة واحدة تانية من ورقها. طلع يرقص والمية بدأت تلعب بألوان مختلفة. في الأول النخلة استنت أسبوع لغاية لما حدفت ورقة تانية من فروعها. المرة اللي بعديها استنت أسبوع واحد بس، وبعدين استنت يوم، ومعدش وقت كتير لغاية لما النخلة ما كانتش قادرة تعدي ساعة واحدة بس من غير ما تتفرج على المنظر السحري بتاع واحة الزعبرون. والحال كمل على كده، وفات يوم ورا يوم، لغاية لما يوم من الأيام النخلة اكتشفت إنها اقرعت. ما كانش فاضل أي ورق على فروعها، وكل ما حاولت تطلع ورق جديد كان بيكبر بشويش بشويش أبطأ من الأول. ومن غير أي ورق البلح بطل يطلع كمان، ومن غير أي بلح العصافير بطلت تيجي. النخلة كانت متلهية، يعني مركزة قوي في منظر واحة الزعبرون الجميل، لدرجة إن ما خدتش بالها من اللي كان بيحصل. ودلوقتي النخلة ما كانش عندها أي حاجة، ولا ورق ولا بلح ولا عصافير، وحتى واحة الزعبرون ما كانتش قادرة تتفرج عليها. النخلة حست بفراغ كبير، يعني إنها فاضية قوي، وده كان إحساس وحش وخلاها تتنرفز وتتعصب. كان نفسها تعمل أي حاجة علشان تخلي الإحساس ده يمشي. قعدت تتمنى إن الهوا يطير أي حاجة في واحة الزعبرون علشان تتفرج على منظرها الجميل، لكن ما كانش فيه حتى نسيم خفيف. فالنخلة قعدت في الفراغ والهدوء، وبشويش بشويش ورقها بدأ يطلع تاني. في الأول بالراحة،
وبعدين أسرع شوية وبقوة أكتر. النخلة كانت عارفة إن مع الوقت تقدر ترجع زي ما كانت تاني، لكن الموضوع ما كانش سهل ولا مريح. كل شوية كانت محتاجة تفكر نفسها إنها ما توقعش ورقها في الواحة، رغم إن كان نفسها تعمل كده. وبعد كام أسبوع فراحة كانت مليانة بالورق الأخضر، ولما عدى كام شهر كمان طلعت بلح أحمر ومسكر. يوم من الأيام العصافير بدأت ترجع تاني بأغانيهم الجميلة وريشهم الملون. النخلة ما نسيتش منظر الواحة الجميل وإزاي كان بيمليها بالفرح، لكن كانت عارفة إن الفرح ده كان بيختفي بسرعة زي ما بيجي بسرعة. يمكن العصافير ما كانوش مثيرين زي واحة الزعبرون، لكن كانوا بيدوا النخلة سعادة أهدى وأعمق. ومع غروب الشمس النخلة كانت مليانة بالسلام. اتعلمت إن ساعات السعادة الحقيقية ما بتكونش سهلة قوي، وبتحتاج مننا صبر وشوية مجهود. مش هكدب عليكم وأقول لكم إن النخلة عمرها ما وقعت ورق تاني في واحة الزعبرون. ساعات كانت بتوقع ورقة كل فين وفين وتتفرج على المنظر الجميل، وبرضه فقدت السيطرة كذا مرة. يعني قعدت تعمل حاجة ما كانتش عايزة تعملها غصب عنها، وضيعت كل ورقها وكل البلح بتاعها تاني. لكن من جوه كانت دايما عارفة إن حتى لو غلطت تقدر تصلح غلطها وترجع تاني زي ما كانت. لو بتسمعوا الحكاية مع حد ممكن تسألوهم في ايه في حياتكم بتحبوه قوي لكن ممكن يكون احسن لو عملتوه اقل شوية. ولو قريتوا كتابي الجديد تخيل ابعتولي وقولولي رأيكم ايه فيه. كان معاكم داني عرفة، وهشوفكم تاني في الحكاية الجاية.